بسم الله الرحمن الرحيم، وحلقة جديدة من حلقات الرقمنة في القرآن الكريم، والنهاردة الرقم 5. كل سنة وحضراتكم طيبين. وقبل ما أبدأ الحلقة أحب بس إن أنا أنوه على حاجة صغيرة قوي. أنا لست مناهضا للأديان الأخرى، وأنا مش شيخ ولا داعية ولا صوفي، أنا متدبر. الناس اللي بتهاجم والناس اللي بتكتب كومنتات سلبية، الأرقام في القرآن إعجاز. وعايز أقول كلمة واحدة بس صغيرة: لو ما كانش الهجوم والتعليقات السلبية اللي موجودة، فده معناه حاجة واحدة بس، إن الرسالة وصلت. خلونا نتفق على اتفاق إن في 3 أديان على الأرض حالياً، وهي اليهودية والمسيحية والإسلام. وفي ثوابت للأديان أو ثوابت للشريعة في ال3 أديان. الثوابت اللي موجودة: نمرة 1 التوحيد بالله، الله واحد أحد. نمرة 2 العبادات، الصلاة والصوم والزكاة والحج، في ال3 أديان وال3 شرائع. نمرة 3 الإيمان بيوم البعث، يوم القيامة، إن إحنا كلنا هنبعث يوم القيامة وهنتحاسب، لا اختلاف في ذلك. دي ثوابت الأديان وثوابت الشرائع ال3، ومفيش على الأرض موجود غير الأديان ال3، وأي حد يقول غير كده فهو وشأنه. كل رسول ونبي نزل على هذه الأرض وربنا أرسله، نزله بمعجزة ومعجزات. منهم من كلم الطير، ومنهم من أحيا الموتى، ومنهم من سخر الرياح. وكانت معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم هي القرآن. خلينا نتفق على كده عشان تعرف الأرقام بتدل على إيه. لازم تعترف: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. تيجي بقى نشوف أول 5 آيات من سورة البقرة. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صفات المتقين. نحن كمسلمين بنؤمن بكل الأديان التي أنزلها الله وكل الرسل وكل الأنبياء التي أرسلهم الله إلى هذه الأرض. أنت مش مسلم على ديانة تانية، هذا وشأنك. لست داعية ولا أفرض عليك الإسلام، حاشا لله. لك عقل تتدبر وتفكر. نيجي للرقم بقى 5، واللي أنا عملت فيه حلقة 30/5 الأسبرينة الرقمية، ونزلت الجزء الأول. ونفتكر بالجزء الأولاني إن ال5 أركان الإسلام 5، الصلوات 5،
تكليفات المصطفى صلى الله عليه وسلم برضو 5. وناس كتير قوي متعرفش تكليفات المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن كل رسول ونبي نزل على هذه الأرض كان فيه تكليفين، بشير ونذير. المصطفى صلى الله عليه وسلم نزل ب5: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. 5. الكرة الأرضية على شكل 5. يا أخي أنت كل يوم بتعمل إيديك كده، بتدعي ربنا كل يوم، بتغسل بتتوضى كل يوم، بتغسل إيديك كل يوم، بتقول الله أكبر. ده أنت حتى بتقول 5 وخميسة في عين العدو لما بيجي لك حسود. صح. 5 حطيتهم جنب 5 5 ما لا نهاية. 5 حطيتهم فوق بعض والخمسة التانية هتلاقيها 8، وال8 هي أساس الرقمنة، والناس عارفة كده كويس. أساس الرقمنة هي الرقم أو العدد 8. اقف على الميزان، شوف الساعة بتاعة الماتش هتلاقيها 8، وال8 لها سر كبير. ال8 هي عدد أبواب الجنة. ال8 حملة العرش 8. 5 و5. شوف الآية 55 في سورة الذاريات. 55 في سورة الذاريات التي ترتيبها في القرآن 51. والآية 55: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. اللي بعدها بقى الآية 56: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. 5 آيات بعد وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الآية 55 في سورة البقرة: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. آية الكرسي أعظم آية في القرآن الكريم، ترتيبها في سورة البقرة رقم 255. تعالوا بقى نشوف كام سورة في القرآن الكريم عدد آياتها 5. أولهم سورة القدر 5 آيات. سورة الفيل 5 آيات. سورة المسد 5 آيات. آخر سورة بقى الفلق 5 آيات. ولما تيجي تشوف القدر 5 حروف، الفيل 5 حروف، المسد 5 حروف، الفلق 5 حروف، و5 في 5 ب25. هم 25 رسول ونبي الذين ذكروا في القرآن الكريم. المعجزة الكبرى والبركة في رقم 5. لما بيجي حد يحسدك كده بتقول له ايه؟
خمسة وخميسة في عينك. سورة الفلق. خمس آيات وترتيبها 113. 1 1 3. تيجي تجمعها كده، 1 زائد 1 2 زائد 3 يساوي 5. طب النهارده ناخد المعلومة الطبية اللي عايزين نقول عليها. ناس كتيرة قوي بتشتكي من القولون وبتشتكي من الانتفاخ، لكن وراه أسباب كتيرة قوي. أولهم خلي بالك، لو أنت بتشتكي من الأعراض دي تخلي بالك. لو أنت عندك إمساك مزمن أو انتفاخ كتير وألم في كتفك اليمين من ورا، تعرف إن دي أعراض المرارة. المرارة عدوها 3 حاجات: اللبن والبيض والدهن أو السمين. لو أنت كلت حاجة من ال3 وتعبت بعدها، تعرف إن دي مرارة، تروح تعمل سونار على طول. العلاج هتروح للدكتور عشان يفحصك كويس. وخلي بالك من الحموضة أحيانا الناس بتعالج قرحة المعدة هو بيكون عنده المرارة. خلي بالك من دي، أن المعلومة دي مهمة جدا. خلي بالك، وخلي بالك كمان من جرثومة المعدة. اعمل التحليل للناس اللي هي بتشتكي كتير قوي من الانتفاخ وآلام في البطن والقولون العصبي والقولون. شوف المرارة وشوف جرثومة المعدة، هترتاح بعدها. زي ما قلت في بداية الحلقة، أنا مش داعية ولا شيخ ولا صوفي، أنا متدبر، وهقول لكم القصة كاملة إزاي أنا دخلت في الموضوع إن شاء الله بإذن الله يوم 30 رمضان أو الحلقة رقم 30. الرقم 5 كرر في القرآن الكريم مرتين، لفظ أو 5، أو خامس ولا الخامس ولا الخامسة ولا 50، هما مرتين في سورة المجادلة وفي سورة الكهف.